بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو دوت هنشرح لكم تركيب البلاط البروسلين ال 120 في 60 للناس المبتدئة، أما الصنايعية المتعلمة اللي على دماغي الفيديو مش هيفيدهم خالص. الفيديو ده إن شاء الله للناس المبتدئة اللي عايزة تتعلم تركيب البروسلين بالطريقة المصرية الصحيحة. خش يا محمد نور الله. طبعا احنا شغالين بخطوات بسيطة خالص عشان اللي بيشوفنا يعرف احنا بنفرد البلاطة ازاي، لأن أهم من لزق البلاطة إن البلاطة تكون مفروشة مونة كويس. هي بتاخد جردلين بس، هما في جردل مليان وجردل ناقص، هي بتاخد جردلين مونة بالظبط. فاحنا لازم نفرش المونة كويس تحت البلاطة عشان البلاطة تيجي المونة، لأن هي مش مطبلة ومفيش فيها حتة فاضية. في تركية خفيفة برضه للناس المبتدئة، لو بلاطة زي دي في أول الشغل مش في نص الشغل، بنجيب شيء زي ده كده وبنحط شيشنا هنا كده وبنحط الميزان عليه. طبعا هي كده دليل ان هي انا كده بشوف المونه دي واطيه ولا عاليه من قبل ما احط البلاطه والماده تلزق في المونه. انا بشوف ده دليل معايا، انا كده باينه معايا ان هي لسه عايزه كمان مسطرين مونه من ورا. تمرينه تركايه خفيفه هتسهل عليك كصنايعي. الشيء ده باين لي دلوقتي ان البلاطه فيها مونه لورا. انا شغال ميزان، المونه اللي انا حطيتها دي زودت ايه المونه، بدل ما المونه كانت تبقى ناقصه وادق بالمدقه وارفع البلاطه واخليها، لا هي كده المونه بقت مظبوطه عليها. طبعا البلاطه تبقى انت عارف السهم فين. شيلها كده يا محمد معايا، حط ظهرها هنا كده. طبعا البلاطه انت بتنشطها بالماده زي ما انت شايف كده، وتبقى عارف طريق السهم فين. السهم فين هنا يا محمد؟ العامل طبعا بيبقى عارف السهم فين. نسيب يا محمد. طبعا احنا اديناكم خلفيه، احنا فاردين البلاطه قبل ما نحط المونه. قبل ما بتحط البلاطه طبعا ما تنساش الصلايب الكليبسات بتاعتك. طبعا الكليبس ليه لقطه في حطته، تحط الكليبس لجوه كده وتقوم زقه سنتي لقدام كده، بيقوم معشق معاك عدل كده، وتقوم زقه لقدام كده كده، وتقوم زقه لقدام كده. طبعا هم على حسب ما انت ايه شغال، بتاخد لها من 6 ل 7 كليبسات، مفيش ازيد من كده. السهم يا محمد قدام هنا شيل. طبعا احنا شغالين بالراحه خالص عشان نشرح لكم التركيب ازاي. طبعا البلاطه اتحطت بكل سهوله، هي انا هزيدها 2 كده اهو. برضه اول حاجه قبل ما بتكي على البلاطه برضه بشيش على الميزان بتاعي، اشوفها واطيه عاليه، ابقى عارف انا هعمل ايه. ما اشتغلش بالهزاز وخلاص، لازم اشتغل بالهزاز ابقى عارف انا هدوق من انهي اتجاه. وما ينفعش اكتر المونه قوي هنا كده عشان البلاطه ما تركبش معاها جامد. طبعا البلاطه كده بقت معاها ميزان اهي. هنقرب لكم الكاميرا شويه. طبعا بعد ما حطيت المشابك مهم قوي ان انت تجيب القفاشه بتاعت المشابك وتضغطها بيها، لان هي بتضغطها كويس جدا. طبعا هي بعد ما اتضغطت بالقفاشه الصلايه بتمسكها كويس، البلاطه مش ترجع، البلاطه لسه راجعه اهو فوق منها اهو، ولا اي حاجه ولا بتتحرك من مكانها. مخدمه صح، متقفله كليبسات صح، ملزوقه صح، وان شاء الله تسلم اي مهندس. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا ما تنسانيش باللايك او تعليق لو عندك اي تعقيب، وما تنسانيش بالاشتراك في القناه. ودمتم في رعايه الله.